إنه السبت 25 من يوليو 25/7/2026. أيها السادة والسادة، أهلا بكم. نحن معكم في تمام الخامسة، وأبرز الموضوعات الخفيفة والطريفة والظريفة لدينا محليا وإقليميا وعالميا، وبنقول لحضراتكم أهلا بكم. اولا يعني منطقه الخليج والاحداث اللي بتدور دي على مبدا انها تستغرق معنا بعض الوقت ما بين شجب وادانه ودعم واشياء من هذا القبيل. مصر بتدين الهجمات الايرانيه على البحرين والاردن والكويت. كمان عندنا المفوضيه الاوروبيه بتقرر تحويل 1.5 مليار يورو قسط من الشريحه الثانيه لدعم مصر. رئيس جمهوريه الجبل الاسود وقرينته يزوران قلعه صلاح الدين الايوبي. وزير الخارجيه المصري اسد بدر بن العاطي يبحث مع نظيره الايراني والعماني جهود خفض التصعيد وضمان حريه الملاحه. جامعه العاصمه تعلن جاهزيه معامل التنسيق الالكتروني لاستقبال طلاب الثانويه العامه 2026. فريق هندسه من جامعه عين شمس بيعود الى مصر بانجاز عالمي في AI، 5 جوائز من انجلترا. مركز المناخ يعلن طقس شديد الحرارة اليوم وانخفاض ملحوظ غدا إن شاء الله. العظمى بالقاهرة النهاردة 39 درجة. عربيا هنلاقي الآتي. أولا عندنا الدفاعات الجوية الكويتية بتتصدى لهجمات إيرانية بصواريخ ومسيرات، والسعودية بتؤكد استهداف مواقع عسكرية حوثية في الحديدة باليمن. والجيش الأردني بيعلن إسقاط 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران. أما الدفاع المدني السعودي بيطلق الإنذار في منطقة جازان وينبع. تعرض سفينة سعودية لاستهداف بالبحر الأحمر والأضرار طفيفة بهيكلها. مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في اشتباكات قرب مستوطنة حفاد جلعيد. مصرع رائد إسرائيلي في اشتباكات مستوطنة حفاد جلعيد بالضفة الغربية. وأنطونيو جوتيريش يصل سوريا لأول مرة بوصفها أمينا عاما للأمم المتحدة. قوات الاحتلال الإنجليزي هو كلهم احتلال. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ تفجيرات ضخمة في سور وكفر تبنيت جنوب لبنان. انقطاع واسع للكهرباء بيشل شرق وغرب ليبيا، وغضب شعبي مع حرارة قد تصل إلى 47 درجة مئوية. 47 في ليبيا، متخيلين؟ الجزائر وتونس فيهم حرائق 159 حريق خلال 24 ساعة، وإخماد 141 حريقا أخرى. ده بنتكلم على الجزائر وتونس، وتمنياتنا بالسلامة لأشقائنا في الجزائر وفي تونس. عالميا هنلاقي سفارة أمريكا في إسرائيل بتقول أن على الأمريكيين الاستعداد لإلغاء رحلاتهم الجوية. تضرر 100 سفينة وزورق مدني في مدينة جاسك الإيرانية جراء الهجمات الأمريكية. وزير خارجية إيران بيعلن أنه يرفض جميع الأطروحات المتعلقة بوقف إطلاق النار كمؤقت، لأنه عايز حقه يطلب وقف دائم لإطلاق النار وضمانات وأشياء من هذا القبيل. الصحة الإيرانية بتعلن 59 قتيل و666 جريح حصيلة الهجمات الأمريكية منذ نهاية يوليو الماضي. اكسس بتقول أن واشنطن ولندن تخططان لتشكيل تحالف لحماية الملاحة بمضيق هرمز. وترامب بيعقد اجتماعا مع كبار المستشارين لبحث إمكانية تكثيف الهجمات على إيران، إضافة إلى أن هناك مسؤول أمريكي بيقول أن الجيش عطل ناقلة حاولت اختراق حصار موانئ إيران. أما ترامب بيقول أنه لن يسمح لارتفاع أسعار الوقود بالتأثير على قرار الحرب مع إيران. هو يعني طبعا كأس العالم خلصت وممكن الموضوع يطول معاه شوية. باكستان بتدرس استئناف المفاوضات المتعثرة بين واشنطن وطهران. ورويترز بتقول أن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية يقيلون المدعي العام كريم خان لأسباب أخلاقية. وعندنا تصريح لترامب بيقول أن روسيا والصين لا تشاركان في توريد الأسلحة إلى إيران. وزيلينسكي يحذر الأوكرانيين من ضربة صاروخية روسية كبيرة وشيكة. طبعا ده يعني برضه تطور على الجانب الآخر. أوكرانيا بتعلن إسقاط صاروخ و127 مسيرة روسية خلال 24 ساعة الماضية. وحرائق الغابات في مدريد تصل إلى الذروة. وإسبانيا تعلن تعذر السيطرة عليها. حرائق في أوروبا، وحرائق في أفريقيا، حرائق في إسبانيا، حرائق في الجزائر وغيرها من الدول العربية.
رياضيا بشكتاش التركي يتعهد بانهاء صفقه انتقال محمد صلاح خلال ساعات، ونجمنا محمد حمزه عبد الكريم يقود تشكيل برشلونه في مواجهه يوروبا الوديه، واتفاق الاهلي مع برشلونه على اقامه مباراة ودية 19 أغسطس المقبل في أسبانيا. أما أفشى فهو خارج حسابات الأهلي الموسم المقبل بفرمان عموته. انتهاء مهلة اتحاد الكرة لرفع مستندات رخصة المشاركات ببطولات إفريقيا، والزمالك ينفي التراجع عن تأسيس شركة الكرة ويؤكد ندرس عروض المستثمرين. إدارة الكرة بالزمالك تدرس عرض معسكر تركيا، والمدرب يحسم الموقف النهائي. فيفا يوقع عقوبة جديدة على الزمالك بإيقاف القيد 3 فترات بسبب مستحقات أيك السويدي. أما الحوادث فعندنا المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها بالإسكندرية بتمثل الجريمة أمام النيابة، والنقطة دي عليها عديد من علامات الاستفهام، سواء كان اللي قتلت والدتها وحطت عليها مياه مغلية وشيء من هذا القبيل في بورسعيد، والتانية اللي المحامية اللي قطعت جثمان والدتها وحطتها في الفريزر والثلاجة برضو على مدار يومين. دي جرائم جديدة على الشارع المصري، يعني محتاجة دراسات وأبحاث ووعي كلام كتير قوي بصراحه. يعني لو لم يكن الطب النفسي له دور والاخلاق دور والوازع الديني، محتاجين ناس كتير تتكلم في الموضوع ده بصراحه. السجن 15 سنه لشقيقين متهمين بالشروع في قتل شخص بسوهاج، وعندنا اجراءات قانونيه حيال سيده زعمت كذبا عدم سماح اداره قريه بالساحل الشمالي بدخول الشرطه، وضبط السيده وشقيقها بتهمه احتجاز سباك والاعتداء عليه وتصويره باكتوبر، واخلاء سبيل محاميه بكفاله 5000 جنيه لحيازتها طبنجه بالاسكندريه. و راقصة تتهم سائق توك توك وعاطلا باختطافها والاعتداء عليها بالهرم، وتشييع جثمان الطفلة كارما بعد غرقها بمياه النيل بالقناطر الخيرية، وانتشال جثمان شاب غرق في شاطئ الاسكندرية، ومصرع شابين وإصابة 2 في حوادث غرق بشاطئ جمصة بالدهلية، ومصرع شخصين آخرين، وإصابة 13 في انقلاب سيارة وربع نقل بالمنيا، ومصرع زوجين وشاب في انقلاب سيارة داخل مصرف بطريق 100 معلة بمشتول السوق. تقريبا دي أيها السادة والسادة أبرز الأخبار المتواجدة لدينا، ونحن معكم دوما في تمام الخامسة. نحرص وفريق البرنامج على أن يأتي إليكم بآخر الأخبار المحلية والعالمية والدولية والإقليمية في الغد إن شاء الله يوم جديد.